ازيكم حبايبي ومشاهديني عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، من زمان ما قدمتش وصفات معاكم بصراحه بسبب قله التفاعل. قلنا بقى النهارده بقى نجيلكم بحاجه حلوه تحلي بقكم. لو معكيش فلوس وعايزه تعملي حاجه حلوه لاولادك ونفسك تاكلي حاجه حلوه كده ساقعه، يلا بينا نعمل الوصفه دي ونقول هنعملها ازاي. يلا نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملناها ازاي. سمي الله، بسم الله، بأربع معالق زبدة كده أو 4 مكعبات زبدة، وننزل على النار في طاسة أو في حلة، وهنبدأ ننزل بيهم ونسخنهم كده بس يا دوبك، مش هنحرقهم ولا هنسخنهم زيادة عن اللزوم عشان لونهم ما يغيرش الزبدة معايا. هبدأ أنزل بكوباية من الدقيق، طبعا دقيق متعدد الاستخدامات أو أي دقيق عندك مفيش مشكلة خالص، الوصفة دي مش هتقول لأ لأي حاجة إن شاء الله. بدأت كده قلبت الدقيق بتاعي لحد ما يستوي، طبعا لازم يكون معايا مستوي مش يعني ناضج، ويكون الدقيق عندي مش يكون برضو ياخد يعني لون كده، سنة لون بسيط مصفر كده. وابدا كده خلاص انا بدات سويته، معايا لتر من اللبن بخيره كده بغلياه، موجود عندي ساقع سخن، موجود عندي سخن او ساقع هعمله مفيش مشكله. ان شاء الله نزلنا باللبن بتاعنا تدريجيا، وبنقلب بسبتشوله كده او بمعلقه، اي معلقه عندك. هبدا انزل بعد ما قلبت كده ونزلت اللبن بتاعي، معايا مضرب سلك او اي مضرب برضو، وهنزل اقلب المكون بتاعي مع اللبن لحد ما يتجانس. نزلت بكوبايه الا ربع من السكر او نص كوبايه حسب رغبتك انت في السكر، بتحبيه مسكر قوي ولا لا. بدات نزلت بالكوبايه الا ربع وكيس فانيليا. هنزل بكيس الفانيليا بتاعي، بيديني نكهه حلوه وريحه حلوه للوصفه، وحاجه كده جميله ما شاء الله مع الفانيليا. بدات قلبت بالشكل ده بالمضرب بتاعي لحد ما يديني قوام ناعم وكريمي، ويعني خلاص كده متجانس. انا بقلب الدقيق كاني بعمل بشاميل بالظبط. شفتي انت بتعملي البشاميل ازاي؟ بتبقى سهله معاكي جدا، وصفه حلوه وجميله وما بتاخدش مجهود ولا وقت، في 3 دقايق هتكوني عاملاها، 5 دقايق بالكتير. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بدات قلبت دقيقي واللبن بتاعي لحد ما ختم كده معايا، واداني القوام الجميل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بايركس بقى، قالب بايركس او صينيه او اي حاجه عندك، اطباق الجيلي اي حاجه عندك هتعمليه، طقم اللي هو الخشاف بتاعي، اي حاجه هنزل بيها بالمكون بتاعي اللي انا عملته ده. وطبعا في خطوه تانية هنعملها دلوقتي، بس قبل ما اقولها بقى مش هقول لكم بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكم مننا كل جديد. غير ان انا عندي وصفات قريبه من الوصفات دي هتعجبكم جدا، انزلوا كده بصوا عليها، ولو عجبتكم ما تنسوش تشيروا بقى لحبايبكم وتشوفوا تعملوها في الصيف ده. احنا في زمن دلوقتي الغلا، فلازم نقتصد كده في الوصفات. هبدا كده نزلت بقى في بقيه المكون التاني بتاعي في الوصفه، هو ده بس مكونين بس. هبدا انزل بكوبايه من السكر في طاسه في حله في كزرولة في اي حاجه عندنا، مش هتقول لا. السكر بس هيتكرمل معايا، ياخد من الجنب كده كرمله. ابدا اقلب تقليبه بسيطه بسيطه على نار متوسطه لحد ما يسيب معايا ويبقى سائل خالص، كراميل سائل جدا، ما عملتش اي حاجه زياده في الوصفه خالص. بدات كده بدا يسيل معايا خلاص، بقلب بقى خلاص. طبعا المعلقه اللي هي السيليكون دي ما بتخلوش يلزق معايا قوي، بعرف اقلب بيها كويس. لو انت عندك معلقه خشب برضو تمشي. بدأ كده بقى سائل معايا بالمنظر الجميل ده. هقول لك على المكون بقى اللي هحطه عليه اللي هيخليه معايا كراميل 100%، هيخلوه لي صوص كراميل. معايا كده نص كوبايه ميه هقلب فيهم، معلقتين نشا حلوين كبار من بتوع الاكل، معلقه الاكل، وهبدا انزل بيهم ومع التقليب. وطبعا النار شغاله عادي بس موطياها في المرحله دي عشان ما تعملش ولا قدر الله حاجه وحشه. وابدا اقلب بالراحه جدا لحد ما كل السكر بتاعي وبيبدا يكلكع معاكي. لما بتيجي تحطي النشا بالميه انت هتفضلي معاه واحده واحده لحد ما يسيل معاكي ويبقى سايل خالص زي ما انت شايفه كده. هبدا طبعا انا الصينيه ركنتها، ما حطيتهاش في تلاجة في اي حاجه، سبتها بره على الرخامه لحد ما عملت الكراميل. بدات نزلت بالكراميل بتاعي واحده واحده وبالراحه خالص، وسويت من الجناب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. المهم ما استناش اما تبرد اسويها وهي سخنه بحيث تفرد معايا وتبقى تمام التمام. شايفين حبايبي منظرها وشكلها حاجه كده روعه وتفتح النفس، وبدون اي شيء عملنا حلويات ولا نشتري حاجه غاليه ولا اي حاجه، واولادنا ينبسطوا منها، ولو عندك ضيف هينبسط منها، حاجه جميله جميله جميله.
مش هقول لكم طبعا على الوصفه، هي بتتكلم عن نفسها وانتوا هتجربوها بنفسكم. انا شفتها في قناه قبل كده، كانت الشيفه ناديه السيد عاملاها، كانت تحفه وجميله وعجبتني بصراحه، فقلت اجربها وجربتها وكانت تحفه. وقلت والله ما اعملها الا لما اجربها ليا وادوقها واشوفها. بصراحه فوق الوصف، تفوق الوصف، حاجه كده جميله. وبيعملوها برضو على قنوات اجنبيه جميله برضو، هي لها اسم طبعا ليهم، بس احنا قلنا احنا سميناها بقى الحلا بتاعنا الاقتصادي اللي هيوفر معانا في الميزانيه. حاجه كده دقيق ولبن، وهيتعمل وهنأكل اولادنا بالهنا والشفا، وحاجه جميله نقطع مع بعض بقى. انا بصي ما استنيتش على من جمالها بصراحه، ما استنيتش عليها، انا استنيت بردت بس يعني ما سقعتش في التلاجة. الله عليها وهي ساعه بقى طعم تاني. هبدأ كده اوريكم انا قطعت القطعه ازاي، وهدوقوا بقى. كنا كلهم مستعجلين عليها مش عارفه ليه، فخلوني اقطعها، ما كنتش عايزه اقطعها دلوقتي بصراحه. حاجه كده جميله وطعمها بيدوب في البق، وعسل العسل العسل، حاجه قمر كده. وبالهنا والشفا على قلوبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي.